عدد الحكواتي يعد علامة من الحكواتيين، آخر الحكواتيين الذين أنجبتهم بني ملال. أنا رشيد بالضبط من ولاد عبو. أساتذة الكرام كنرحبوا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. جيناكم من جديد في هذا الفيديو اللي هو الجزء الثالث سفرية بني ملال. هنا سباق الدراجات الهوائية، نرى في مقدمة السباق التدريب. دابا كيديروا التدريب على الدراجات الهوائية من بين الهوايات المفضلة. من مدينة بني ملال الآن إلى ملعب جماعة البرادية أو حد البرادية، إقليم فقيه بن صالح، تابعة لبني ملال. جمعية الوفاء للأعمال الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولاد عمر البرادية. زوينة في هذا الصباح. إذا الإخوان غادي تخليوكم معنا وغادي تتبعوا هذه المباراة اللي غادي تجرى بين فريق أولاد عبو وفريق بني ملال. خليوكم معنا وتبعوا معنا هذه المقابلة، فرجة ممتعة. باص رجعت عطيه باص رجعت الكره الحيه اطلق لي الكره الباص ايه غابه بس مصفي غصختي راه محمد شوش لا تجي ها شوف قدام الفلاش شوفي شوش ديال الاخرين ضربت في الاخر ديال لا ضربت الكره شوف راه مره اخرى غنعطيك الصفرة. علاش كتلوح كوره؟ علاش كتلوح كوره؟ قلة الادب. ولا بيت قول عيال 3-1. الكوره يخلي هذه تدخل يقول عيال يا ثلاث ما تخافش عنده شوف برافو ابراهيم لا هو واحد هيك عطيه واحد حك يلا باص
لا خارجه. لا ماشي بيت. باس. اش بغيتي تدخل الكره من اللور؟ الجول. طب إيه؟ عندك تراوغ. لا فين لا صاحبي؟ طب العب راه يدير خطا ضرب كره طير شوت يا اخي. عندك واحد عبد الجبار شد رجع هنا الوسط. عبد الجبار حط ليه ولا برافو الشومي. برافو عبد الحكيم. برافو الدراري. لا صافي خليه. لا عبد الجبار ولا حياني ديالك الحياني ديالك عندك طلق كرة. عبد الحكيم هرب. واو رجع حياني. ما عليك برافو. سير عطيك كرة سهلة. الجول صافي. هرب عندك معليش. رجع بلاصتك عبد الجبار. طلب كرة بد واحد. سير واو. كاينه فوت لاعب عبد الحكيم. شومي ضغط. سير هو هرب. انا لا عبد الحكيم. لا سير. طب كرة عبد الحكيم. لا عاوتاني بديتي. انت عاوتاني بديتي. الناس طافين الكرة. طلب لا الجول. عبد الواحد. عبد الواحد ما ترخاش. ما ترخاش انت اللي شديتي هنا. هو دار وشاتها. راه كون مشات للكرة بيت هذه. حياني. ايه 1-1. عبد الجبار. لا عبد
عبد الحكيم طلب كرة. فوالا برافو. خاف الجبار. الجبار رجع. باينه واخا كيبان لك انت. هياني طلب كرة. إذا الإخوان الآن بقى النتيجة مستقرة في 4 الأهداف. الهدف واحد يتيم الآن كيف ما كتشوفوا يعني مقابلة يعني يحتدم فيها الصراع بين الفريقين. الكرة الآن عند اللاعب الشومي. اللاعب الشومي يعني يقذف وتمر جانبيا بجانب المرمى ديال الحارس فريق بني ملال. الآن الكرة عند فريق بني ملال في محاولة خجولة يتم اعتراضها ثم تمرير ولكنها تخرج إلى خارج ضربة تماس. الكرة الآن عند فريق ولاد عبو. خطأ طفيف لصالح اللاعب الشومي نتيجة تدخل نوعا ما. ينفذ الخطأ اللاعب عبد الجبار. عبد الحكيم الآن في محاولة. عبد الحكيم لكن كرة في يد الحارس بني ملال. المحاولة ولكن يتم اعتراضها من طرف فريق بني ملال وكرة في الشرط لصالح فريق بني ملال. الآن محاولة للاعب مصطفى لفريق بني ملال يمرر لكن يتم اعتراضها من طرف لاعب شومي اللاعب الحياني لكن يحاول أن يمرر للاعب عبد الحكيم لكنها تخرج إلى الشرط. الكرة الآن عند فريق بني ملال يقوم بهجمة تمرير اللاعب إبراهيم. الآن لاعب مصطفى تدخل لاعب الشومي. الآن كرة الشرط تخرج الشرط لصالح فريق بني ملال. هجوم لفريق بني عبو ولاد عبو لكن قذفة يعني بعيدة عن المرمى يقوم بها اللاعب عبد اللطيف الشومي. تستمر المقابلة بين الفريقين. كرة الآن عند فريق ولاد عبو. اللاعب عبد اللطيف الشومي عبد الحكيم الحياني. الحياني عند عبد الجبار حياني لكن الكرة لم يتحكم فيها اللاعب الحياني وتخرج للشرط. محاولة الآن لفريق بني ملال يتم اعتراضها من طرف عبد اللطيف الشومي. تعود الآن للكرة لصالح فريق ولاد عبو. الكرة الآن عند العنوني يرجع على الحارس. محاولة خجولة. الضغط الآن ولكن الكرة تخرج للشرط. الضغط مستمر لفريق بني ملال على فريق ولاد عبو. محاولة الآن من طرف اللاعب إبراهيم يحاول بعد أن لاحظ خروج الحارس قذف الكرة واغتنام الفرصة لكنها تمر بعيد عن المرمى. نلاحظ من الفريقين محاولة أنانية يعني لبعض اللاعبين يعني. الآن الكرة عند اللاعب مصطفى. مصطفى مرت جانبية للعارضة. قذفة قوية للاعب مصطفى. الكرة الآن عند اللاعب الحياني عبد الجبار الله عبد الجبار كادت يعني تصيب
مرمى اولاد فريق بني ملال. الان كره تخرج الى ضربه زاويه الان ينفذها لاعب الشومي. هجوم مضاد لفريق بني ملال يعترض اللاعب عبد الجبار الان في محاوله يمرر لعبد الحياني. محمد الحياني يفضل التمرير لكن الحارس يعترض هذه المحاوله. الان محاوله اللاعب مصطفى يعترضها اللاعب الشومي يمرر عند الحياني ولكن الان والهدف هدف لفريق بني ملال ياتي في وقت مفاجئ بعد ان تم اعتراض محاوله اللاعب الحياني الذي ارتكب خطأ دفاعي قاتل كلف الفريق الهدف الثاني. هجوم الآن يقوده اللاعب الحياني يمرر لكن تمريرة لم تكن دقيقة للاعب عبد الحكيم. الآن هجوم لفريق بني ملال يتم اعتراض محاولة من طرف اللاعب عبد الجبار. الآن عند الحارس عبد الجبار عند الشومي عبد اللطيف عند الحارس المرمى إلى حارس المرمى من جديد. يتم الضغط من طرف فريق بني ملال على دفاع فريق ولاد عبو. الآن الحارس يبرر للاعب الشومي يفضل تمريرة طويلة لكنها تمر خارج الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق بني ملال. الآن فريق بني ملال يحاول اختراق هجوم ولاد عبو والهدف هدف يتم يعني تسجيله بطريقة رائعة من طرف اللاعب الذي يحمل الرقم 6. اسم اللاعب من فضلك؟ محمد إمام فعلا يعني يسجل الهدف الثالث لفريق بني ملال. النتيجة الآن ما زالت تستقر في 4-3 والآن ضغط كبير لفريق بني ملال. خطأ واضح. الحكم لم يعلن عن الخطأ وخطأ لم يعلن عنه الحكم ولكن الحكم ماذا يقول الحكم؟ خطأ اصلا خطأ قبل ما تم المحاولة ديال. اذا الان كرة عند فريق بني ملال ضاعت يسترجعها فريق ولاد عبو. الكرة الان عند اللاعب حمال عبد الجليل الحياني ولكن تمر خارج الى الشرط. ينفذ الشرط لاعب الشومي عبد اللطيف. الان كرة عند فريق بني ملال الذي يقوم بالمحاولة ولكن الان كرة عند اللاعب الذي يحمل رقم 7 عند فريق بني ملال. اسم اللاعب من فضلك؟ يونس. صحتكم مسامحة الله يبارك في اللحظة. شحال انتصار؟ صحة والراحة الحارس. صحة والراحة. انتصر فريق ولاد عبو على بني ملال ب7-6. صحة والراحة. سي صلاح تبارك الله. سي صلاح انا مع اللي كيلعب كرة. التعليق ديالك على كتلعبوا شويه قاصح بزاف نتوما ما كتلعبوش كرة نقيادوا لعبوا عليكم. لا كاين كيلعب تبارك الله عليك سي كرة صلاح. نقيادوا كيحترموا القانون. نتوما ما لعبناش كره نقيه الصلاه. ولكن شوف خاص تشوف النتيجة وراه سي نورمال. راه اللي كيلعب شويه قاصح راه غير يربح.
الشات صالح الاهداف راه تسجل بجميع الوضعيات. هي كان هذا اخطاء دفاعيه، اخطاء دفاعيه، رغم ذلك كان الهجوم خطير. كان عليكم تفوزوا اكثر من هذاك الاهداف، ولكن حتى الفريق تا هو تبارك الله عليكم. تحياتي لكم جميعا، تبارك الله عليكم. مباراة زوينة، ماشي المهم هو النتيجة، المهم هو الوجوه ديالكم، تلاقينا معكم ولعبنا معكم، هذا هو الأساس. سجلت 2 أهداف. شحال ربحنا؟ 7-6 ياك؟ 6-5 وقيل. لا 7-6، 1-0. المهم نقية ديال بني ملال طبيعية. الله كما شاهدتوا الإخوان، كنتمنى أنكم تمتعتوا بهذه الأجواء الرياضية اللي كتخص كرة القدم رفقة الأساتذة الكرام. غادي نديروا واحد التحليل قصير مع الأخ صلاح لدور ديالو قام بالتعليق على المباراة في الدقائق الأخيرة. كنتمنى ما تبعدوش لأن غادي يكون فيديو آخر من وراء هذا الفيديو. وتحياتي لكم الإخوان. المسيرة 2 حي بن كيران ودقداقنا في الصراحة. كلشي يبان لك كيتستعقر، كلشي يبان لك كيعرج، كلشي يبان لك جايب كنتو في الحرب. منين توعتي منين؟ الله 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 هذا القدام. الله في الذكبه اش كيدير تسنى الكرة كيدير لها مواشي كيري ملي كيشد كرة بحال هكا يحطها يدور كيدخل بها معاه كيدير هذاك الشيء ديال تيكو عنده ضربه بهيشو كيتيري كرة ويدخل المدافع بول الشبكة تاعو. هذا اش كيدير؟ هذا تاني كيلعبها شويه، كيلعب شوية يحرك الوسط. وهذا هذا اتاكون ديفونسور، وانا انت ديفونسور بياز بياز تيرو. ما جاش شوفوا كيفاش غادي تم جاي تستعقر حتى هو جاي وكيعرج. شحال راح الشباب تحيه الناس بالله شباب نشكر الاخ عبد الرحيم السي عبد الرحيم كاسكادور. في